السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. ومن فتره كبيره كنت عامل حلقه بلزق ظهر موبايل وبلزق شاشه موبايل تاني، لكن الماده اللي كنت بستعملها لقيتها طلعت بعد فتره لما بحط الموبايل في جيبي او بشغل الكشاف لفتره طويله. فالنهارده ان شاء الله معانا حالتين او معانا موبايلين تانيين فيهم نفس المشكله، هنستخدم ماده جديده، فتابعونا للنهايه بحيث ان انت تبقى عارف الماده الجديده. والماده الجديده انا عايز اقول لكم ان انا جربتها لفتره طويله جدا وما شاء الله ماسكه بدرجه كبيره جدا. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. زي ما انتم شايفين النهارده كده معانا الحالتين دول او الموبايلين دول الاتنين، واحد ظهره طلع خالص والتاني اللي هو اللي على الشمال ده موبايلي انا الشخصي. بقى يعني زي ما انتم شايفين كده برضو حتة كبيرة اتفتحت فيه. فالنهاردة بقى قلت لا، هجيب حاجة تانية خالص، بما ان لزق الموبايلات منفعش فهجيب اللي هو لزق بتاع العربيات. يعني هجيب سيليكون عربيات، وطبعا مش هجيب سيليكون عظم، يعني انا جايب سيليكون عادي برضو. لو يعني حبيت ان انت تفك الموبايل بعد كده اوكي مفيش مشاكل، تقدر ان انت تفك الموبايل بسهولة وتقدر ان انت تتعامل عادي بالموبايل، او لو سخنت عليه مفيش اي مشاكل. تعالوا كده بنشوف ده اللي احنا جايبينه النهاردة معانا. ده نوع من انواع السيليكون عادي جدا، هو السيليكون بلاك، ما تجيبش السيليكون الرمادي. السيليكون البلاك ما شاء الله بيبقى اقوى شوية، تقدر ان انت تسخن عليه تاني والدنيا تمام مفيش اي مشاكل، وان شاء الله يبدأ يرجع معاك عادي. اهم حاجة بس ان انت تنظف مكان السيليكون القديم وتبدأ ان انت تعمل بيه تاني، فان شاء الله الدنيا تمام. وتقدر ان انت عايز تفك الموبايل هيتفك، عايز تركب الموبايل مفيش مشاكل. تعالوا بس بينا اوريكم ازاي. ده بقى انا جربته وبقالي معاه فترة كبيرة جدا، برضو داخل في 3-4 اشهر، وما شاء الله الموبايل مفيش همسة. طبعا بتنظف المكان اهم حاجة، وبعد كده بتخليه ارفع او فتحة بإبرة صغيرة، وتبدأ ان انت بص انا بمشي على كل المكان بحيث ان انت ساعة ما تلزق يبقى عملت له سيلينج كامل، عشان لا قدر الله ما تخشوش ميه ولا حاجة. طبعا هو كده مبقاش ضد الميه خلاص، يعني كان الاول ممكن يكون ضد الميه والكلام ده جاي من المصنع، لكن كده ما اعتقدش برضو حتى تقدر تخاف منه. هو طبعا الموبايلين دول كانوا ضد الميه، لكن برضو تبقى قلقان بعد ما تعمل ده كله. تبدأ تمسح طبعا الحاجات الزيادة بالمنديل كده واحدة واحدة واحدة، وتتأكد ان انت كل حاجة تمام ومسحت المكان كله. تديله بقى شوية كام استك كده، وتبدأ تضغط عليه عشان تتأكد ان هو مسك في مكانه. وممكن تحط عليه كتاب او حاجة خفيفة. ده الموبايل التاني برضو بصوا كده عليه، هنعمل نفس الموضوع، هنمشي كده على الحرف بتاعه كله بحيث ان احنا ما تسيبش مكان. والحلو في النوعية دي انه عايز اقول لكم مثلا بيبقى ما بي يعني ما بيسحش يمين وشمال، لا يا دوبك بيمسك في المكان اللي انت حطيته فيه، لازق شوية. وما شاء الله لما بيمسك قوي جدا، وفي نفس الوقت لو سخنت عليه مفيش اي مشاكل، لكن بيستحمل درجات حرارة اعلى شوية. دي كانت حلقة سريعة كده، حبيت اوريكم الفكرة واقول لكم على الموضوع الجديد ان انا عملت بالسيليكون بتاع العربيات. لو انت اول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.